الاهلي والزمالك كلاكيت تاني مرة، بس المرة دي مش في السوبر الافريقي، في السوبر المصري، وكل الاجواء متغيرة ومحدش يقدر يتوقع النتيجة. يمكن قبل السوبر الافريقي الاهلي كان داخل بشوية ثقة بالنفس وغرور زيادة، ادت ان هو خسر المباراة بضربات الجزاء من الزمالك. لكن المرة دي المعادلة مختلفة. الزمالك كان بيعيش حالة من الاضطراب شوية بسبب الأحداث من دونجا ومصطفى شلبي والمحاكمة اللي موجودين عليها، لكنهم رجعوا واستمروا المران وعندهم هدف رئيسي ان هم نفسهم يكسبوا البطولة عشان يبينوا قد ايه هم بيشتغلوا في الظروف الصعبة ويهدوا البطولة لزمايلهم. اما الاهلي فهو في حالة ثأر، يثأر من هزيمته في السوبر الافريقي، وكمان يثبت انه مش معقول يتغلب من الزمالك مرتين. فالاهلي على اتم استعداد للمباراة دي، لان جمهور الاهلي مش هيقبل انه يخسر مرتين وكمان يخسر بطولتين. افكار جوميز وكولر هما الاتنين كتاب مفتوح لبعض، وان حد يفاجئنا بفكرة جديدة معرفش ممكن تحصل ولا لا، ولكن على الاقل الافكار اللي ملعوبة ومعروفة لازم المدربين يحتاطوا ليها المرة دي افضل بكتير. صراحة اقول ان جوزيه جوميز بيعرف يلاعب الاهلي وكولر، وان حتى المباريات اللي كسبها الاهلي الزمالك فعليا كان افضل، ولكن الاهلي عرف ازاي يكسبها ومن اين تؤكل الكتف، لكن ده ما حصلش في اخر مباراة. فهل كولر هيتبع نفس الاسلوب بنفس الطريقة انه يسيب الاستحواذ للزمالك ويلعب على الاخطاء اللي هو عارفها ومتوقعها ويفضل في ويت اند سي لحد ما يجيب لنا احنا سكتة قلبية كجمهور الاهلي، ولا المرة دي هيبقى ليه هو الابر هاند ويبتدي ان هو يشتغل وينهي المباراة مبكرا؟ جوميز اللي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي بيفكر فيها هو مين بديل مصطفى شلبي، وممكن بشكل كبير جدا يكون مشلاك، ومين هيكون بديل لدونجا، بس دونجا اصلا كان مصاب، فهل هو زياد كمال، هل هو محمد شحاتة؟ انتوا قولوا لي توقعاتكم كده، مين هيقدر يكسب المباراة دي، ومين هيكونوا نجوم المباراة في الاهلي والزمالك، وهيكون ليهم كلمة السر اللي هتحسم المباراة؟ الحقيقة ان كولر ولاعيبة الاهلي عندهم تحدي كبير، ان في لعيبة للاسف فاقدة مستواها بشكل كبير جدا، والاداء كمان قدام سيراميكا ما كانش مقنع على الاطلاق، وفي لعيبه انا مش عارفه جرالها ايه زي ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، امام عاشور، غير ان الجهد البدني عند الفرقه كلها فيه مشكله، هم كمان ادائهم عليه علامه استفهام لانه كانوا ناهيين الموسم اللي فات على اكمل وجه. فهل بقى كولر هيبدأ بنفس التشكيلة ولا ممكن يشيل إمام عاشور منها ويلعب بقفشة؟ وهل هيلعب قدام ببيرسي تاو وحسين الشحات ووسام، ولا ممكن يستغنى عن بيرسي تاو ويلعب مثلا بطاهر اللي لسه جايب جونين او رضا سليم ويبقى مفاجأة للزمالك علشان يستغل المساحات اللي بتبقى في ظهر بالذات الوينجين اللي عند الزمالك والاطراف اللي شفنا ان بيراميدز استغلها وقدر يسجل منها الهدف الاولاني، وكان فيه اكتر من كوره خطر الاهلي لو اشتغل عليها بشكل مميز يقدر كمان انه يسجل منها. هل ممكن بقى نشوف انه يلعب بطاهر او رضا سليم عشان يستغل السرعات دي؟ الاهلي كمان لما كان بيضغط على الزمالك وخصوصا من دفاعه، الكلام ده ضغط طبعا جماعي مش ضغط فردي، فسيب الدنيا فترد عليا بهجمه مرتده ان كل اضحي بكل الناس في الهجوم، كان بيقدر ان هو ياخد الكوره. فهل ممكن الاهلي يعملها ويجيب جون نتيجه الضغط على دفاعات الزمالك وخصوصا حسام عبد المجيد؟ وهل ممكن انه يقدر يسجل منها؟ هل الاهلي ممكن يستغل اسيستات يحيى عطله الله وعامل لغايه دلوقتي 2 اسيست، يعمل يستغل العرضيات او الركنيات؟ عندك كمان وسام ابو علي ويقدر يسجل. اما الزمالك فهو عنده نقطة قوة كبيرة جدا وهي اللونج باص اللي سواء بتتلعب للجزيري ما بين الاتنين مدافعين وبينجح فيها الزمالك كتير جدا، او انها بتتعمل من لونج باص لطرف من الاطراف وبيبتدي ان هو يعمل العرضية اللي الزمالك سجل فيها في بيراميدز، او ان هو كمان مش شرط من لونج بور، هي كورة متحركة من ناحية الطرف. دايما الكورة العرضية بتكون خطر جدا، سجل بيها بيراميدز، سجل فيها في الاهلي هنا لازم يخلي باله من النقطة دي وما ينفعش انه يدي مساحات. الاهلي كمان لازم يكون عنده حراسة شديدة على عبد الله السعيد وناصر ماهر، لان تحركاتهم بتكون مذهلة جدا مع الزمالك، سواء الدريبلينج سواء الباص اللي هم بياخدوه اللي بيكون بالمقاس، وده هيكون اعتقد واجب مروان عطية واكرم توفيق. واخيرا مش هينفع تسيب مساحة لاي حد من الزمالك سواء زيزو عبد الله ناصر ماهر، تسيب له من على القوس، لانه ممكن ان هو يسدد
وعارفين كلنا ان الشناوي ساعات بتكون صعبة عليه. بصراحة انا بتمنى اشوف بقى ماتش قمة ممتع بعيد عن كل الاحداث اللي عمالة تحصل، واستمتع فعلا بماتش بقى قمة الاهلي والزمالك في الديربي.